السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناة ممثل فاميلي. كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير ويلقاكم الفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم لانه صراحة شيء رائع، وصراحة انا النتيجة صدمتني. موديل زوين 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 بزاف. غادي نطبق معكم اليوم لوندو ديال البيبي، موديل تركي اللي تبارك الله راه يعني متواجد في المحلات الكبرى، وطريقته سهله 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 وبسيطه. وصراحه كما قلت لكم صدمتني النتيجه، جا رائع وزوين بزاف. تقدموه ولا توجدوه لوليداتكم ولا تقدموه كهديه. فصراحه زوين. غير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. كنتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم لكم. فعلى بركه الله شفتوني انا دابا طبقت الثوب عندي 1.40 متر، طبقته على 4، يعني طويته على 4. غادي ناخذ الجهه اللي مسدوده، غادي ناخذ هكا 70 سنتيم كما كتشوفوا على شكل دائري. يعني غادي نديروا الفصاله ديال هاد المربع على شكل الكلوش، كما كنفصلوا الكلوش، صايا كلوش. غادي نبقى هكا غادا على شكل دائري ب70 سنتيم حتى للاخر، وغادي نرسم خط دائري. فالصوره راها واضحه. فانا خديت الثوب وطويته على 4. انا عندي الثوب يعني جوج ديال الانواع، الوجه والظهر. تقدروا ديروا جوج ديال الوجوه الا بغيتوا، يعني جوج ديال الاثواب يكونوا مطرزه ولا فيها الاشكال والالوان. فغادي ناخذ بحال هكا هاد الطريقه غدا، وكانتني باش نشوف الخط اللي رسمت مشي معاه نيشان. فانا غادي نقطع حتى نحصل على شكل دائري بحال هاد الشكل هذا اللي كيبان لكم. صراحه غير تبعوا المراحل، راه ساهل وبسيط. بالنسبه للمبتدئات ديروا هكا كفنيتات باش ما يزهقش لكم الاثواب على بعضياتهم. كنحصل على هذا الشكل هذا هكا دائري. غادي ناخذه وغادي نطويه على 4. غنزيد هكا نطويه، طويته على 2 وغادي نولي نطويه على 4. وغادي نحددو، يعني غادي نديوه اما للحديده ولا الكويه غير في الدار هكا. بالاخص هذا اللون الابيض غادي نحددو مزيان، لان هذه العمليه ضروريه كما غيبان لكم دابا في الصوره. فمن بعد ما حددته غادي نحصل على هاد الخطوط اللي هكا. هاد العمليه كما قلت لكم هي اللي اساسيه خصكم ديروها، هي اللي غادي تعاوننا ولا هي اللي غادي نطراسيو عليها العبار ديال هاد اللوندو. فانا غادي نبقى ناخذ العبار وغادي نمشي مع هذوك الخطوط اللي تطراساو ليا، اللي تعلموا هكاك. يعني هكا في الاول غادي ناخذ 8 سنتيم على طول هاد النصف دائره كامله، وغادي نمشي مع هذوك التنيات اللي معلمين ليا. فضروري ضروري اللي تنأكد عليه انكم تحددوه باش كتسهل علينا عمليه الخياطه، وكتسهل علينا عمليه ديال اننا نعلموا القياسات. فانا غادي ناخذ هاد العبار كامل على هاد النصف دائره الاولى. غادي ناخذ العبار هاد ديال 8 سنتيم، وغادي نحاول انني نربط بيناتهم بحال هكا. نحاول انني نربط ما بين النقط. فديما استعينوا بالسنتيم باش يجيكم العبار هو هذاك. فالصوره راها واضحه. غادي نبقى هكا غدا، وكان نربط ما بين هاد النقط اللي حددت، يعني 8 سنتيم نمشي معها حتى هي على شكل دائري على طول الثوب. فالعمليه سهله سهله بسيطه، خصها غير شويه ديال الخاطر وغادي تنجح معكم باذن الله. اللي عنده هاد المسطره هذه يقدر يحدد بها حتى هي تجي سهله، ولكن راه غير بيديكم، راه غادي ترسم لكم، يعني بلا ما تعقدوا راسكم بهاد المسطرات ولا شي حاجه. صافي غادي نكمل
من بعد غادي ناخد من هذا الخط اللي عبرنا ولا اللي رسمنا، غادي نعبر 2 سنتيم للفوق، 2 سنتيم للامام للاعلى هكا. غنمشي معاها حتى هي عاوتاني على طول الثوب. غنبقى غادا وكنطراسي 2 سنتيم، لان هاد 2 سنتيم هادي هي اللي غادي نديرو فيها الخيط اللي غيجمع لينا هاد لوندو من بعد ما غادي نخيطوها بطبيعه الحال. غادي نمشي معاهم. فكما قلت لكم هاد التنيات اللي مرسومين فهما كيساعدونا بزاف اننا ناخذوا القياس، واننا حتى ملي نجيو نخيطوا غادي يعاوننا بزاف نتبعوا نتبعوا الخيط ولا الخياطه. صافي انا كملت دابا. عاوتاني غادي نربطهم مع بعضياتهم بحال الشكل اللي درنا في الاول. بحال هذا الشكل هذا هكا غادي نربطهم، غادي نوصل ما بين النقط بحال هذا الشكل هذا اللي كيبان لكم. انا وصلت دابا الثوب كامل. دابا غادي ناخذوا عاوتاني 20 سنتيم من النقطه من 2 سنتيم اللي رسمناها للفوق، 20 سنتيم. غادي ندير نفس العمليه عاوتاني، نمشي مع هادوك الخطوط. هاد الخطوط هما اللي غادي يعاونونا نرسموا العبارات هذه كنقولها ونأكد عليها. على هاد الشكل هذا غادي نبقى غادا كنرسم 20 سنتيم للفوق للاعلى من 2 سنتيم اللي رسمناها. فهذا هو يكون العلو ديال اللوندو اللي غادي نصايبو. صافي نبقى هكا حتى هو تنكمل الثوب كامل، وغادي نربط بيناتهم عاوتاني كما درنا في القياسات الاولى. يعني هاد الخط دابا اللي تنربط هو اللي غادي نخيطه، هو اللي ندوزو فيه الخيط. فبالنسبه لهذا الموديل تقدروا تخيطوه بيديكم بلا ماكينه، يكون عندكم غير شويه ديال الخطر تخيطوه غير بيديكم اللي ما عندهاش الماكينه. من بعد ما خيطتها كما كيبان لكم، فانا غادي ندير نفس الطريقه للنصف الثاني. حتى هي غادي ناخذ 8 سنتيم ونربط ما بيناتهم، وغادي ندير 2 سنتيم، يعني نفس العمليه اللي درنا في الاول غادي نديرها حتى لهادي على هذا الشكل هكا. غادي نمشي مع الثوب كامل على هذا الشكل كما بان لكم. انا دابا كملته كامل. من بعد غادي نحل الثوب ديالي كما كيبان لكم، انا راه دوزت يعني الدائره كامله. من بعد غادي ناخذ المنتصف ديال كل ربع، يعني غادي ناخذ 4 ديال النقاط غادي نحددهم من ديك 20 سنتيم اللي درنا. حتى هي غادي نطلع ب 20 سنتيم وغندير النقطه الاولى، وغادي نولي عاوتاني النصف الثاني اللي من الجهه الاخرى، وغادي نطلع ب 20 سنتيم وغادي ندير النقطه. هادو غير نقاط غيحددوا ليا غادي ندير فيهم عقيدات ولا هكا نخيطهم من الوسط باش ما يجيناش داك ملي غادي نعمروهم باللاواط ما يجيناش يعني معبن و كيجي زويون. دابا تشوفوا في الشكل الاخير. صافي من بعد ما حددت القياسات كامله، فانا غادي ناخذ فنيتات وغادي نثبت الثوب هكا الوجه والظهر بالفنيتات باش يجيني ساهل انني نخيطه، سواء خيطته بالماكينه ولا خيطوه بيديكم. فضروري تثبتوا هكا باش ما يبقاش يزلقوا لكم الاثواب على بعضياتكم تجيكم الخياطه مفاوته. صافي انا غادي نكمل هكا بالفنيتات. صافي وثبتوا بالفنيتات مزيان. صافي في هذا الشكل هذا على الدائره كامله. واحد الحاجه اللي ضروري خصنا نديروها هي غادي هادوك العبار ديال 20 سنتيم غادي نطراسي هكا، هذا غيدوز منه الخياطه ضروري. وفي هادوك التنيات اللي دايرين
فكنتمنى الشرح يكون واضح والصوره تكون واضحه. غادي نعلمهم حتى هما باش يساعدونا اننا نخيطوهم بكل سهوله، ونعرفوا منين غادي ندوزو الخيط ولا الماكينه. صافي من بعد هكا كملته كامل. فانا غادي نوريكم كيفاش تخيطوه باليد. فانا غادي نخيطه بالماكينه، ولكن بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الماكينه فانا نوريكم. يعني غادي تطلعوا مع هذوك الخطوط اللي رسمنا كاملين بالخيط، ومع الدوائر التحتانيين كاملين والفوقانيه. يعني فيما ترسيتو شي خط غادي تخيطوه على الشكل هذا. من بعد ما خيطته فكنحصل على هكا يعني الثوب. غادي نخلي واحد الفتحه باش غادي نعمر من الداخل، وغادي نعمرها هكا باللاواط، نعمر مزيان ونولي معكم. ضروري تخلي واحد الفتحه من الوسط باش تدخلوا اللاواط. فكما كتشوفوا انا من بعد ما عمرته من الداخل وخيطت هذوك 4 ديال النقط اللي كنا علمنا مع بعضياتنا، من بعد غادي نجي وغادي نعمر هذوك الجوانب اللي كنا تراسيناهم بالقلم الرصاص. ويعني منين غادي ندوزو الخياطه فانا خيطتهم، حصلت على هكا في شكل ديال اعمده ولا بيتات غادي نعمرهم كاملين باللاواط. من بعد ما عمرت الجهه الوسطانيه فانا غادي نسد هذيك الجهه اللي كنت خليتها باش عمرت الوسط. غادي نثبت عاوتاني بالفنيتات من جنب باش ندوز الخيط ونخيطوهم عادي عاوتاني من الجوانب على هذا الشكل هذا. صراحه راه ساهل 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 في غايه في السهوله، خص غير شويه ديال الخاطر معاه. صافي من بعد ما خيط دابا يعني باش نفينيو الحاشيه ديالنا، فانا خديت هاد السينتا هذه اللي سميتها غونزالا. فكاينين اشكال مختلفه، ولكن هذه كتجي زوينه هاد غونزالا في هاد الموديلات. وغادي نثبت بالفنيتات وندوز بالخياطه عادي، يعني اما بالابره ولا بالماكينه. على هذا الشكل هذا اللي غادي نوريكم انا دابا بالماكينه باليد. صافي غادي نمشي معاه كامل. نحاولوا اننا نفينيو الخدمه ديالنا، نتنيو واحد الثانيه من التحت ومن الفوق بالنسبه للثوب، ونديروا هاد السنته من في الوسط. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديال اللوندو ديالنا، الموديل التركي. بالنسبه لهاد الغيمه وهاد النجمه فانا غادي نديرهم لكم في فيديو تتمه ديال هاد الفيديو. كنتمنى هاد الموديل يعجبكم كما عجبني انا صراحه، وعجبتني النتيجه ديالو في الاخر. فهو كيجي رائع وانيق وشكل مغاير على المعتاد. كما قلت لكم تقدموه كهديه ولا توجدوه لوليداتكم. فهو اما هكا يتجمع ويتحط فيه البيبي، او لا تحلوه يجي كمفرش ويتحط فيه حتى البيبي هكا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وتخليو لي تعليقات واش عجبكم هذا الموديل ولا لا. صراحه زوين بزاف، يعني انا عجبني وانا دايره مفاجاه لواحد الكتكوته ان شاء الله. الله يجيبها على خير، والله يفك ماماها على خير، والله يفك كل مرأة حامل مقبلة على الوضع بخير، وإن شاء الله تفرح بوليداتها. فكنتمنى كما قلت لكم هذا الموديل يعجبكم كما عجبني أنا، وتجربوه وتطبقوه. راه ساهل تقدروا تخيطوه بالماكينة ولا غير بالخيط بيديكم. خصي شوية ديال الخاطر وتبعوا دوك القياسات يكونوا مضبوطين فغادي تنجحوا.
يعني نقدروا نديروه على الوجه اللي ملون ولا الوجه الاخر، وتقدروا ديروه يعني ديروا له جوج ديال الوجوهه. هذا هو الشكل ديالو. بالنسبه لدوك 2 سنتيم اللي كنا خلينا، فهي اللي دخلت فيها هاد السنسه البيضاء، هي اللي كنجمعوا بها هاد الموديل ديالنا. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.